النهاردة هتكلم عن غرق فرعون. لو عاوز تعرف تابع الفيديو. بعد انتصار موسى على الصحراء فرفض فرعون انه يؤمن بالله. شاف ان سطوته وفلوسه هما الحل والقوة، فاستهزأ بموسى ورفض طلبه. قال تعالى: ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقرنين فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. خرج موسى مع قومه في أول الليل من مصر للأرض المقدسة، وأوحى الله لموسى إنه يضرب بعصا البحر، فانفلق البحر 12 سبطة، يعني فريق من اليهود لكل سبط منهم طريق، وجفت أرض البحر بتأثير الشمس والرياح، ومشي القوم آمنين. فحس فرعون بخروج بني إسرائيل وهربهم من غير إذنه، فجمع جيش عظيم. ولما وصل عند البحر نزل سيدنا جبريل على هيئة فارس على حصان أبيض ولابس أخضر وكان ملثم، فدخل بكل شجاعة للبحر. فعجب فرعون شجاعته، فقال لجنوده: يلا بينا ورا الفارس الشجاع ده. ومشي ورا بني إسرائيل عشان يردهم عن دينهم. فوصل لهم على ساحل البحر الأحمر، فعبر موسى وقومه البحر، فجري وراهم فرعون عشان يلحقهم. فلما نجا بني إسرائيل وخرجوا من البحر كان فرعون لسه في نص البحر، فأطبق الله البحر في فرعون وجنوده، يعني البحر قفل على فرعون وجنوده تاني وغرقهم كلهم. وساعتها فرعون وهو بيغرق قال: آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل، وكان لسه هيقول آمنت برب العالمين. فجاب سيدنا جبريل طين من البحر وحطه في بقه فرعون وغرقه. والكلام ده اتسبب بحديث جبريل للنبي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أغرق الله فرعون قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. فقال جبريل: يا محمد، فلو رأيتني وأنا أخذ من حال البحر فأدسه في فيه مخافة أن تدركه الرحمة. قال تعالى: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوى حتى إذا أدركه الغرق قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. ودي كانت قصة غرق فرعون أو نهاية فرعون. لو عجبك الفيديو أتمنى تشترك في القناة وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. مستني دعمكم. سلام.